اللودد تشيكن بالنودلز زي ما الكتاب بيقول، وصفة هتحتاجوا لها فرخة كبيرة من مفازة، تاخدوها تتبلوها بالتتبيلة اللي هقول لكم عليها دي، شوية صلصة وهوت صوص وكمان مستردة، عليهم زيت الزيتون والزبادي. بعدين هتحطوا البهارات اللي هكتبها لكم في الكابشن زي الفلفل الاسود والزعتر والبابريكا والملح، وهنقلب الخلطة دي كويس ونتبل الفراخ بتاعتنا. وكل ما اتبلت الفرخة فترة طويلة كل ما النتيجة كانت أروع طبعا. بعد كده هناخد الفرخة المتبلة نحطها في صينية الفرن وندخلها تتشوي على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص. في طاسة بقى هنشوح البصل مع الجزر والفلفل الألوان والبصل الأخضر، وهننزل عليهم بالنودلز المسلوقة وكمان صوص الصويا اللي هكتب لكم تفاصيله في الكابشن. هنقلب كل ده كويس ونزود عليهم السمسم، وبكده النودلز بتاعتنا بقت جاهزة. الفرخة بعد ما بتتشوي بنفتحها بالسكينة من البطن بالطريقة دي، وبعد كده بنعبيها بالنودلز، وعشان كده هي اسمها لودد تشيكن. لو جربتوا الفراخ بالطريقة دي هتنبسطوا جدا وشبه اللي بتتاكل بره بالظبط. وبس والله.